في أجواء من الغموض والترقب، الزمالك بيختتم تدريباته النهارده السبت استعدادا لمواجهة نارية ضد وادي دجلة غدا الأحد على استاد السلام. المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مش سايب أي تفصيلة للصدفة، الخطة سرية وقد تغير شكل المباراة من أول دقيقة. التركيز الأكبر كان على أخطاء مباراة فاركو الأخيرة، فيريرا عاقب التسرع أمام المرمى وطلب من لاعبيه هدف مبكر، هدف ممكن يربك الخصم ويخلي الأبيض مسيطر على اللقاء من البداية. الجهاز الفني دارس وادي دجلة من كل زاوية، حللوا المباريات، فكوا نقاط القوة والضعف وعرفوا مفاتيح اللعب اللي بيعتمد عليها المنافس. الأسلحة: السرعة، التحرك المستمر، التمركز الذكي وإعداد ذهني حاسم يخلي اللاعبين جاهزين لمعركة قد تحدد مستقبل الفريق في الدوري. لكن السؤال الكبير دلوقتي، هل خطة فيريرا السرية هتنجح وتكسر دفاعات وادي دجلة ولا المفاجآت لسه مستنية الزمالك بكرة؟ الإجابة هتكون في ال90 دقيقة.